قبضة رجال الأمن. بأكبر عملية تهريب للمخدرات في تاريخ المملكة، أحبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات في الميناء الجاف لمدينة الرياض، ونقلها إلى أحد المستودعات، حيث تمت مداهمة الموقع والقبض على المشاركين في تهريبها، وعددهم 8 مقيمين، 6 من الجنسية السورية و2 من الجنسية الباكستانية. في ضربة موجعة توجهها وزارة الداخلية ممثلة بمكافحة المخدرات لشبكات تهريب المواد المخدرة التي تستهدف أمن المملكة وشبابها وفي مهمة أمنية، وضربة استباقية تعد الأكبر من نوعها في حربنا على المخدرات، تم إحباط نحو 47 مليون قرص أمفيتامين والقبض على مستقبليها بالميناء الجاف في منطقة الرياض، وذلك بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهم 8 أشخاص، 6 منهم من الجنسية السورية و2 من الجنسية الباكستانية، حيث كانت الكمية مخفية في شحنة حاوية طحين. في رسالة واضحة تبعثها المديرية العامة لمكافحة المخدرات: أمن المملكة وشعبها خط تسقط عند حدوده الأطماع. وزارة الداخلية ممثلة بمكافحة المخدرات وكافة القطاعات الأمنية مستمرة في مهامها للتصدي لمحاولات استهداف المملكة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتكثيف الجهود لمنع نشاطات التهريب كافة عبر حدودها البرية والبحرية، وكذلك ضبط مستقبلين تلك الكميات ومروجينها داخل المملكة لنيل جزائهم الرادع. كما نراهن على وعي المجتمع في الإبلاغ عن أي عملية تهريب أو ترويج أو حيازة للمواد المخدرة بالاتصال برقم البلاغات الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، حيث تعالج جميع البلاغات بسرية تامة ودون أي مسؤولية على المبلغ. من لم يخف عقب الضمير فمن سواه لن يخاف. ضمائر رضت على نفسها الهوان وقابلها حزم وردع. عبد الله الرويس، الإخبارية، الرياض.